فريق الحكمة حلوة من مهدي على الجهة اليسرى. مهدي الزين النجمة أفضل داخل منطقة الجزاء، خطر كتير فريق النجمة. ربيع عطايا، ربيع وتسديدة جول رائع من مهدي الزين. بعدني عم بحكي عن مهدي، عم بقول مهدي شو هالمباراة الحلوة الكبيرة يلي عم بيقدمها، ومهدي الزين عم بيسجل الهدف الأول بالمباراة، ما بيقدر يعمل له شيء أبدا أحمد كعور. ربيع عطايا عمل شغل كتير كبير داخل منطقة الجزاء، ومهدي الزين ترجم هالشيء للهدف الأول. مهدي الزين هون عم بيسجل، عم بيهز الشباك وعم بيعلن عن تقدم فريق النجمة على الحكمة 1-0. هدف رائع، هدف ملعوب بطريقة حلوة كتير وممتاز. مهدي الزين عم بيفوز على شباب الساحل 2-1 بالوقت. يلي ابو بكر هون بيلعب هالكره العرضيه، وايضا عم يتدخل احمد كعور، بتبقى لمصلحه فريق النجم السبليني مع التسديده. جول! اضاع الانفراديه لكن سجل تحفه فنيه بتاني الاهداف النجمويه. حسين سبليني عم يوقع على هدف جميل بالزاويه البعيده الحكمويه. انتصار النجم يلي عم يسعى له ببداية هالمباراة قريب بلا شك بهالأداء يلي عم يقدمه الفريق النبيذ. شوفوا حضر لنفسه وعرف وين يوضعها، عرف وين يسددها أحمد كعور خارج مرماه، وبالتالي الزاوية البعيدة كانت مفتوحة والطريق مفتوحة أمام انتصار النجم بالفعل بعد الهدف الثاني يلي عم يسجله السبليني من دون أي ضغط. ولا حدا من مدافعي فريق الحكمة ضغط عليه، وبالتالي وضع الكرة بدقة كتير كبيرة بالزاوية اليسرى البعيدة وسجل ثاني أهداف المباراة. علي رضا اسماعيل بيلعب هالكرة على الجهة اليسرى. ربيع عطايا، الربيع عم بيسجل الهدف الثالث لفريق النجمة بالدقيقة 33 بعد خطأ هون من أحمد كعور حارس مرمى فريق الحكمة. يعني ربيع عطايا ما صدق وقت شاف الكرة عم بتدق، عم تلمس، عم بتهز الشباك. رح نرجع نشوف الهدف كمان مرة. خطأ هون من أحمد كعور بهالكرة، والهدف الثالث لفريق النجمة. ربيع عطايا النجمة يلي أحرز 3 أهداف هالموسم بالشوط الأول.